دكتور هو يظل لازم اتكلم يعني احنا قلنا وزاره الصناعه كانت بتعمل ايه؟ لا وزاره الصناعه فيها 4 هيئات وفيها يعني المنشات كتير جدا شغاله. طيب المهندس سعيد هتقول لنا ايه العمل اللي ممكن يعني يتعمل خلال الفتره اللي فاتت؟ قلت 3 سنين اعجاف و11 خلال الثوره اتبنى المصنع، الارض اتاخدت والمصنع اتبنى والمصنع اتفتح واشتغل زوجته وبيطلع منتج مصري تلفزيونات واكبر مصدر حاليا في الشرق الاوسط هو مصنع سامسونج في منطقه بني سويف، شغل لا يقل عن 250 عامل موجودين من مهندسين وعمال مختلفين وكلهم من اهل الصعيد. دكتورة نعيمة محب، النهارده المؤتمر عن ايه؟ المؤتمر النهارده عن المسؤوليه الاجتماعيه وايزو 26000. تمام. الايزو 26000 احد المواصفات الخاصه بالايزو، طبعا المتخصصين من الهيئه هيحكي لهم بالتفصيل مع سيادتك، لكن اللي بيعنينا ان هذه المواصفه بتعني او مهتمه بالتنميه المستدامه والمسؤوليه المجتمعيه، بمعنى المواصفات قبل كده الخاصه بالايزو كانت متعلقه بالمواصفات الخاصه بالمنتج ومدى ان هذا المنتج بيتعامل مع المستهلك او مع المواطن بشكل معين، لكن هذه المواصفه الايزو 26000 بتعني بالمسؤوليه المجتمعيه، بتعني بالتنميه المستدامه، بمعنى انها لا تعتمد فقط على توفر المنتج في الوقت الحالي، لكن توفر الامان للمستقبل الاجيال القادمه، عدم استنزاف الموارد. يعني في معايير لاستخدام الموارد وغيرها. بالظبط، في معايير للمشروعات التنمويه، فاحنا هنا على اساس ان هذه هم اختاروا طبعا اسماعيليه على اساس تعتبر هي مركز مشروع تنميه محور قناه السويس. وده دور وادي التكنولوجيا. بالظبط، هو الحقيقه احنا لنا يعني الحمد لله ان احنا مشاركين، متواجده انا سبيكر في الندوه، يعني بتعرض لمشروع وادي التكنولوجيا من خلال او في اطار التنميه المستدامه والمشاركه المجتمعيه. هتعرض فيه للمشاركه المجتمعيه ان لازم اي مشروع تنموي يخدم البيئه المحيطه به، البيئه المحيطه به على المستوى الضيق، المجتمع المحيط به. فاحنا عندنا مثلا في وادي التكنولوجيا بدو سيناء، ابناء البدو احنا بيتعاملوا معانا في الوادي لانهم كتيم وورك، احد افراد طاقم العمل، لانهم يعتبروا افراد الامن في المشروع ككل. في نفس الوقت المشروع له على المدى بقى مدى اسماعيليه سيتيح فرص عمل لابناء اسماعيليه، لان المشروعات التنمويه اللي هتكون في وادي التكنولوجيا هتكون في اولويه للتعيين لابناء اسماعيليه. على المستوى بقى القومي لمصر المشروع بيعتبر مميز على اساس ان هو اول مشروع صناعي في مجال صناعات عاليه التقنيه، بيعتبر قطب تنموي رئيسي على محور الاسماعيليه العربه، فبالتالي هو هيساهم بشكل ايجابي في التوزيع الديموغرافي، بحيث انه يتوزع الكثافه السكانيه من مناطق الدلتا وتيجي بقى في ناحيه سيناء اللي بتعتبر التنميه فيها اول درع من الدروع القويه والقوميه على اساس ان سيناء جابت المشكلات. بالظبط. شكرا. ميرسي. عرفنا بنفسك. إيمان حطوم، رئيس وحدة التسويق والمنظم المنسق للندوة. بما ان حضرتك المنسق، مين الحضور والتفاعل اللي موجود وايه اللي هنستفيده من الموضوع؟ والحضور كلهم من محافظة الإسماعيلية، متمثلين في جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية وشرق الأنطرة وغرب الأنطرة والمنطقة الصناعية أبو خليفة والطاقة المتجددة ومجمع الاستثمار وشركات كتيرة ومع بحوث الصحراء وجهات عديدة جدا كلهم من الإسماعيلية. احنا حريصين الأودينس كلهم يبقوا من الإسماعيلية عشان نوصل الهدف من الندوة ليهم، وهي الندوة بعنوان التنمية المجتمعية ومحاور التنمية المجتمعية والمحاور التنمية. هي دي مواصفة ايزو 26000. الغرض منها توضيح للجهات، للمشروعات او جهات المجتمع المدني او الحكومات بأداء دورها في إحداث التنمية المستدامة ومدى التزامها بالمواصفة في تحقيق الاستراتيجية التي ترمي إلى تحقيق التنمية في مجالات البيئة، في الحفاظ على حقوق العمال، حماية المستهلك، التنمية الاقتصادية. فإحنا النهاردة بهدف توعية أو تعريف بإيه قصد المواصفة ومحاور المواصفة إيه وأهدافها. أهلا وسهلا. الدكتورة نعيمة محب
المحب. اهلا وسهلا بحضرتك. كيس ستادي، ومعنا الاستاذ اسلام يعني من الشؤون القانونيه وعضو اللجنه الوطنيه للمسؤوليه المجتمعيه، وانا المهندس اسامه المليجي رئيس اللجنه القوميه للمسؤوليه المجتمعيه. فنامل برضو ان احنا هنأجل الاسئله. مش دي بس المبادئ اللي في الحياه، دي مبادئ المسؤوليه المجتمعيه. لكن لو انت في مستشفى عايز تطبق المسؤوليه المجتمعيه، هيبقى في مبادئ تانية للعلاج.